السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهاردة بقى وصفة سهلة وبسيطة، مكوناتها سهلة قوي، هتعتمدوها معاكم فطار وعشاء، وكمان لو مش حابين تطبخوا في يوم ممكن كمان تعتمدوها غدا. يعني وصفة كاملة بروتين وخضار، مش هتلاقوها ناقصة اي حاجة، وهتتعمل معاكم في 5 دقايق بس. كل اللي هتحتاجوه بصلاية متوسطة الحجم، هتقطعوها مكعبات صغيرة كده زي ما انتوا شايفين كده، مكعبات صغننة قوي، وكمان طماطمية كبيرة او 2 صغيرين، وقرن فلفل اخضر، وحابين تضيفوا الوان ضيفوا، بس الاخضر بيبقى طعمه احلى بكتير فيها. هنقطع البصلاية بتاعتنا قطع صغيرة، وكمان الطماطم بالشكل ده مكعبات صغننة. طبعا اكلتنا بقى سهلة وبسيطة زي ما اتفقنا، مكوناتها بسيطة، مش هتاخد معاكم 5 دقايق بالظبط وهتكون جاهزة معاكم. والفلفل قطعوه كمان قطع صغيرة قوي كده، بيديها طعم حلو قوي. عندكم بقى رشة بقدونس كزبرة حابين تضيفوها كمان معاها، بتدي طعم خطير. هنا معايا معلقتين زيت، معلقة صغيرة زبدة، حابين تستغنوا عن الزبدة تمام، حابين تعملوها زيت بس تمام، هي في كلتا الحالتين هيبقى طعمها حلو. هننزل بالبصلة كده ندبلها، هنفضل نقلب في البصلة كده لحد ما تدبل خالص معايا، وطعمها يعني يبقى لونها خلاص داخل على الأصفر خالص. هننزل بالفلفل بتاعنا برضو، هنقلبه كده لحد ما يدبل، وبعد كده ننزل ايه باخر حاجة الطماطم. انا هنا عايزه الطماطم تدبل خالص وتدخل في مرحله تسبيكه كده، وتبقى ناعمه خالص، ما تكونش جامده معانا في الاكل. زي ما انتوا شايفين كده هي خلاص بقت طريه جدا، وهرستها كمان بالمعلقه. وهنا جاهزه خلاص الخلطه بتاعتي، ان انا اضيف عليها الملح والكمون والفلفل الاسود، دول الثلاث بهارات بس اللي هتظبطوهم بيها، وهيديها طعم حلو قوي. معايا بقى هنا 4 بيضات، هضيفهم معايا هنا على الخلطة، وهقلبهم، هديهم تقليبة بسيطة بقى كده عشان الملح والكمون والفلفل الاسود يتخلطوا مع المكونات بتاعتنا كلها، تقليبة حلوة كده بس. وهنغطي عليها ونسيبها على نار هادية وبس كده، مش هتكمل معاكم دقيقتين وهتستوي. بس هنا استوت، وكمان ادتني تحت تحميرة حلوة كده، التحميرة دي بتبقى طعمها خطير، جربوها بجد هتعجبكم قوي. طبعا كلنا عارفين الشكشوكة وبنحبها، جربوها بطريقتي وقولوا لي ايه رأيكم فيها. اللي وصل معايا لحد هنا ما ينساش ينزل يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلوا كل جديد.